أهلا بيكم كورس المنتور تريدر. هنكمل مع بعض سلسلة التحليلات اليومية. النهاردة 10/2/2026، وهنبتدي نبص مع بعض على السوق. نبدأ نبدأ بالذهب. العلوي للذهب هو 5086.4. فوق الحد ده هو صفقات شراء. الحد السفلي بتاعنا 4964، تحتيه بيع. والحد الوسطي اللي هو شراء وبيع حوالين الحد اللي هو 5025.2. ده بخصوص الذهب. هناخد اليو اس دي كاد، أو اللي هو الدولار الأمريكي للدولار الكندي. الحد العلوي بتاعي 1.36774. شايفينه؟ هو دون ليفل مقاومة قوي جدا. السعر وصل له هنا، بعد كده ارتد بقوة لأسفل. عشان كده بنقول إنه لو حصل كسر هذا الليفل لأعلى، يبقى هنا صفقاتنا شراء باي. الحد السفلي بتاعنا هو 1.35511. وزي ما حضراتكم شايفين حاليا السعر بقرب هذا الحد. لو حصل وانكسر هذا السعر لأسفل، وارد يعمل إعادة اختبار ويكمل هبوط، أو يكمل هبوطه على طول. فهنا صفقات بيع. والحد الوسطي بتاعنا اللي هو شراء وبيع 1.36147. نروح للأداة اللي بعد كده، اللي هي الجيرمان 30، اللي هم أعلى 30 سهم في السوق الألماني. الحد العلوي بتاعي هو 25057.8. حاليا السعر بالقرب منه، وفوقه صفقات. فوق هنا صفقات شراء باي. والحد السفلي بتاعي 24717. زي ما انتم شايفين ده داعم للسعر بقوة. أول لما السعر لمسه طلع بقوة كبيرة أوي لأعلى. فأسفل هذا الحد هيكون بيع سل. والحد الوسطي بتاعي هو 24888. صفقات بيع شراء. نروح لبعد كده. عندنا الجي بي جي بي واي، اللي هو الجنيه الاسترليني للين الياباني. زي ما انتم شايفين السعر بيقرب من الحد السفلي بتاعي اللي هو اهو 212,000.11. اسفله لو اغلاق ايجابي بقوة تبقى صفقات بيع سيل. لو عندي الحد العلوي بتاعي 214.44، اعلاه صفقات شراء. والحد الوسطي بتاعي 213.281، بيع وشراء. نروح بعد كده الجي بي بي يو اس دي. الجي بي بي يو اس دي نفس الفكرة. زي ما انتم شايفين السعر هنا بالقرب من الحد الأعلى اللي هو 1.3690. أعلاه هو صفقات شراء. والحد السفلي بتاعي 1.3585. أسفله بيع. والحد الوسطي بتاعي بيع وشراء 1.3642. 1.3642 زي ما انتم شايفين على الشاشة. نروح بعد كده
للأود جي بي واي. أود جي بي واي أهو. الحد العلوي بتاعي 110.77. ليفل مقاومة قوي جدا، ليفل مقاومة قوي جدا، السعر وصل له وارتد هبوطا زي ما انتم شايفين. فوق هذا الليفل هو صفقات شراء. طبعا لازم نتأكد دايما بقول دايما من الاتجاه السعر والإغلاق الإيجابي. والحد السفلي بتاعي واحد 109.647 أسفله بيع. والحد الوسطي شراء وبيع 110.215. تمام. هنروح بقى للمؤشر العالمي الفيتسي، وده اللي كانت عليه الصفقة بتاعت امبارح، الربح اللي أنا نزلتها لحضراتكم على الجروبات. الحد العلوي بتاعي 10,430.9، ده الحد العلوي أعلاه بالإغلاق الإيجابي شراء. وحد السفلي بتاعي 103.22.3، هنا بيع أسفله. والحد الوسطي بتاعي 103.76.7 بيع وشراء. أهم حاجة مهم دايما نتأكد منها هو الاتجاه العام للسعر، المتوسطات السعرية عاملة إيه بخصوص السعر وهكذا. طيب نروح لليو اس 30، المؤشر العالمي اليو اس 30. الحد العلوي بتاعي 50,293.4 أعلى شراء باي. والحد السفلي بتاعي 49,895.7 أسفل بيع سل. الحد الوسطي البيع والشراء بتاعي 50,082.1. أخيرا هروح لليورو دولار. الحد العلوي بتاعي 1.1926 زي ما انتم شايفين. ده ليفل مقاوم للسعر بشدة، السعر كان جاي بقوة، مجرد لمسه بديل الشمعة دي ارتد ومكمل في اتجاه عرضي، وحاليا السوق بالقرب منه. أعلى هذا الحد شراء. طبعا نتأكد من الاتجاه السعري والمتوسطات السعرية والإغلاق الإيجابي. وأسفل الحد السفلي اللي هو 1.18092 بيع سلف. والحد الوسطي بيع وشراء هو 1.186. تمام. ده كان اليو اس 30، ده كان اليو اس 30. سوري، ثانية أتأكد. لا أنا بعتذر، ده اليورو دولار، ده اليورو. تمام. بأكد على حضراتكم خطوة بخطوة. أهم حاجة نلتزم بإدارة رأس المال وإدارة المخاطر. بالتوفيق. شكرا جدا لحضراتكم.